واقرأيني كربلاء نبض الحسين، قافيات ساكبات من عيوني. واقرأيني كربلاء نبض الحسين، قافيات ساكبات من عيوني. يا حسين يا حسين يا حسين واعذريني واقرأيني كربلاء نبض الحسين، قافيات ساكبات من عيوني. واقرأيني كربلاء نبض الحسين، قافيات ساكبات من عيوني. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. حينما أمسى الصبط وحيدا بعد الفاجعة والمأساة التي حلت به عليه السلام، فازداد استبشارا بلقاء الله، فكلما اشتد به الأمر أشرق لونه واطمأنت جوارحه، حتى قال بعضهم انظروا إليه فإنه لا يبالي بالموت. فأنشد قائلا عليه السلام: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. هكذا دوت هذه الكلمة العظيمة، واخترقت سمع الزمن ليسمع صداها القريب والبعيد والقاصي والداني، وعبرت الأزمنة لترهب الظلم أينما كان وأينما حل. السلام عليكم أيها المشاهدين والمشاهدات الكرام، فأهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة مع ضيف جديد في برنامجكم الأدبي الولائي نبض الحسين، والذي نلتقي فيه مع ضيف ولائي وشاعر حسيني نذر قلمه وقريحته للكتابة في خدمة أهل البيت عليهم السلام، وهو شاعر تميز بغزارة الإنتاج، له الكثير من المشاركات في الاحتفالات والمواليد والمناسبات الدينية، له مجموعة من الأناشيد الولائية وهو جمعها في كتاب مخطوط، وله ديوان مطبوع بعنوان الصوت السعفي وهو ولائي أيضا. حصل شاعرنا على كثير من الجوائز كأفضل نص في مهرجان ترانيم في القطيف لعام 1425، وكذلك حصل على العام الذي تلاه مباشرة وهو عام 1426 هجرية. شارك في العديد من البرامج والحلقات، لعل أبرزها هو إعداد وتقديم 7 حلقات من برنامج أوراق شاعر بإذاعة الرياض. هو أستاذ ومعلم بشهادة البكالوريوس قسم اللغة العربية، وهو من مواليد صفوة عام 1395، وهو الأستاذ ياسر بن عبد الله آل غريب. فنرحب به معكم أيها المشاهدين والمشاهدات. فأهلا وسهلا أستاذ ياسر. أهلا. حياك الله. في البدء لنا هناك حوار يتضمن لعله كيف ومتى وجد الأستاذ الفاضل موهبة الشعر تحتل موقعا خاصا من نفسه، ومن كان له الفضل في إبراز هذه الموهبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وشكرا لقناة الأنوار على إتاحة هذه الفرصة. حقيقة قناة الأنوار لها من الشعبية الكثيرة، لقد دخلت بيوتنا وأصبحت لها أبعاد كثيرة. بالنسبة لي السؤال الذي طرحته أستاذي حول متى ظهور موهبة الشعر، أعتقد أن الشعر هو ظل مخبوءا داخلي ولم يظهر بسبب ظروف كثيرة. ظهر تقريبا مع نهاية المرحلة الثانوية، يعني ظهر ضمن ظرف يعني العزلة التي كنت أعيشها. في تلك الفترة كنت شاب بسيط جدا، وجدت الشعر هو المتنفس لي، فكتبت مجموعة من القصائد البسيطة، ولعل أبرزها هي قصيدة في رثاء والدتي رحمة الله عليها. ربما هي القصيدة، يعني هي الشرارة التي حركت في بالنسبة للشعر. نعم. 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 ومن له الفضل في إبراز هذه الموهبة؟ لا أنسى الأستاذ جهاد الخنيزي، كان مديرنا لما كنا طلاب في المرحلة الثانوية. عمل لنا مسابقة في كتابة الخاطرة والقصيدة، واشتركت أتذكر وأنا في ثالث ثانوي، اشتركت في كتابة الخاطرة، ويعني حصلنا على الجائزة. وهذا العمل يعني عمل مشجع لنا كطلاب في تلك الفترة. من تلك الفترة يعني انطلقنا إلى القصائد بشكل موسع. نعم. سؤال آخر يقول: ماذا يعني لك الشعر بمفهومه الأدبي المعاصر؟ وما هي خصوصيته في نفسك كشاعر؟ أي هل تفتقده عند هجره لك؟ وهل تستأنس به عندما يدغدغ مشاعرك؟ نعم. يعني كثيرة هي التعاريف للشعر، ولكن أعتبر أن الشعر بالنسبة لي هو هاجس ثقافي يومي بالنسبة لي. كثير ما أفتقده طبعا. يعني ربما بعض الأحيان الشعر يأتي فجأة، ربما تأتي بعض العطل والإجازات والواحد يتفرغ إلى الشعر، ولكن أحيانا لا نستطيع أن نكتب الشعر في تلك الفترة، وقد تكون في فترة فيها من الزحمة الكثير ويأتي هذا الشعر. إذن ليس له خاصية معينة أو ميزة معينة، هو يأتي ويكتب نفسه بنفسه. نعم. نعم. إلهام طبيعي. نعم. نعم. يعني هو بالنسبة للشعر كهاجس ثقافي ويومي، وهو كما ذكرت هو كنافذة لي، يعني أطليت بها على الكون بأكمله. لخصت أنا تجربتي هذه الشعرية في أبيات قلتها عن تجربتي الشخصية. البدر ألهمني في ليل يساري، والشمس قامت على تنقيح أشعاري، والكون يقرأني طورا وينقدني، ما أجمل النقد من نهر وأشجار. كم أعشق الشعر أهواه أقدسه، فالشعر أخرجني من ذلك الغار، حتى طلعت إلى الدنيا وها أنا ذا أعرف الدهر باسمي عبر مزماري. جميل جدا. إذن الشعر هو أخرجني من تلك العزلة نعم. التي نعم. كنت أعيشها. تعددت أغراض الشعر واتجاهاته الشعرية. أين يجد الأستاذ الفاضل نفسه مع هذا الكم الهائل من التعدد؟ نعم.
وبالفعل في زمننا الحالي يعني اختلف مفهوم الشعر عن السابق. في السابق هناك أغراض تقليدية، المدح والرثاء والغزل والوصف، لكن في العصر الحالي لا، ليست هذه الأغراض هي بالضرورة موجودة. هناك أغراض أخرى طرأت على الساحة الأدبية. نفس الأغراض تغيرت، يعني ربما في السابق الشاعر كان يكتب شعرا غزليا، ولكن قد يأتي هذا الشاعر الحديث ويكتب في المرأة، لكن ليس بالضرورة أن يكون غزلا. هناك تأمل، هناك حالة فكرية يعيشها الشاعر وتنطبع عليه. من الأشياء التي وجدت نفسي فيها هي المحاورات الشعرية. غرض ربما كان موجود في السابق، نعم. وما يسمى بالمعارضات الشعرية. يعني حاولنا أن ننفتح على مجموعة من الشعراء، وتحاورت معهم، ولعل أبرزهم يعني صديقي وأستاذي سمير المسلم. تحاورت معه وعملنا محاورات شعرية. هو يكتب مثلا 4 أبيات وأرد عليه بنفس القافية والوزن. هذا نوع جديد من الشعر، جميل أن يتابع. نعم. ما هي موقعية الشعر الولائي في وقتنا الراهن؟ وبماذا تفسرون إهمال القصيدة الحسينية مقارنة بصديقاتها من حيث الطرح والقراءة، رغم تجدد وتواجد هذا الجرح معنا في قلوبنا كموالين؟ نعم. أعتقد أن القصيدة الولائية تتخذ موقعا قويا ولها من الشعبية الكثير. القصيدة الولائية فرضت نفسها بنفسها، لأن فيها هاجسا كبيرا، هاجس الولاء. هذا الهاجس جعل هذه القصيدة حيوية أكثر. هي لا شك القصيدة الولائية مع القصائد الأخرى في الأدب تتميز بأن فيها انصهارا، فيها توحدا مع الأئمة عليهم السلام، يعني فيها خصوصيات وميزات قد لا توجد في الأشعار الأخرى. نعم. ألا تجد أنها كانت بعيدة عن الطرح كأمسيات ثقافية، كمنتدى ثقافي، كمجلة ثقافية؟ في الآونة الأخيرة لعل برزت مثلا الحداثة، برزت أمور أخرى لا تهتم بالقصيدة الحسينية كما كان بالسابق مثلا، لأن أغلب الشعراء الآن هم بعيدين عن، لعلنا نقول يعني، عن الانتماء الديني، لأن في السابق كان علماء من يكتبوا القصيدة الحسينية. نعم. أستاذ فريد، أعتقد ما يجري هو شكل طبيعي أن تتطور القصيدة الحسينية إلى مثلا إلى الحداثة. هو شكل طبيعي، وهذا هو يعني التطور الأدبي أو نتيجة التغيرات الثقافية عديدة. يعني مثلا قصيدة السيد حيدر الحلي تختلف طبعا عن قصيدة جواد جميل. نعم. من فرق كبير. هذا التطور والنقلة، لكن قد توجد في ثقافتنا أن الاهتمام بالقديم. هناك في هاجس كبير للمتلقي بأنه يذهب إلى الشعر القديم وقد لا يلتفت إلى الشعر الحديث. هذا موجود في بعض، يعني في ثقافة بعض الأشخاص. نعم. لكن نجد هناك أيضا الشعراء من الشباب
فرضوا أنفسهم أيضا وقدموا روائع في الأدب الحسيني. جميل جدا. ولكن ألا تحبذ أن يكون هناك منتدى للقصيدة للاهتمام بالقصيدة الحسينية كإبراز صور جديدة للقصيدة الحسينية؟ نعم، لا شك المنتديات الأدبية تطور من الشاعر، واحتكاك الشاعر مع الشعراء الآخرين هو الذي يطوره وينميه. للأسف يعني المنتديات الثقافية أو يعني التي تهتم بالشعر الحسيني هي قليلة جدا ونادرة. في منطقة القطيف لدينا منتدى أو ملتقى الطف السنوي. نعم. وهو ملتقى يعني فكرة نمت وترعرعت خلال ال10 سنوات، وهو يعني أصبح المهرجان ناجح، شارك فيه الكثير من الشعراء في المنطقة، ويعني جعلت هذه الفكرة أيضا تأخذ هذه الفكرة مجموعة من القرى وتعمل أيضا ملتقيات للطف. جميل. لكن هو هذا الملتقى في قد يكون في يوم واحد، لا، احنا نريد ان في مثلا في محرم وصفر وغيرها طبعا ان تكون اكثر. نعم نعم. شكرا استاذ ياسر. ناخذ فاصلا قصير ثم نعود. الصرخ باسمك سيدي رفعناها، وعهود عدنا وياك وفيناها، دمين يا حسين ويا حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود مرة أخرى مع الأستاذ ياسر الغريب في هذا الحوار الأدبي من نبض الحسين. أستاذ ياسر، لعلنا نريد أن نسمع قصيدة من اختيارك بهذه المناسبة. نعم. هناك نص بعنوان كربلاء فروسية التاريخ. نعم. وهو نص مازجت فيه الشعر الحر، شعر التفعيلة، بالقصيدة العمودية. كربلاء فروسية التاريخ. كربلاء امتطت صهوة الدهر وانطلقت مثل ما انطلق الحق في ذاته، وتعدت إلى ما وراء المآسي، ولم تكترث برياح اللظى وانهمار الدجى وانكسار الضياء، تطل علينا بتاريخها وتزحف حتى خلايا الدماء، ترتب فينا خفوق القلوب وتفتح نافذة للبقاء. في شوارعنا كربلاء تدور، تحدق في أوجه العابرين، ترى نفسها وترى رسمها في السواد المعلق كالليل، تسمع ذكر اسمها مثل صوت التهاب الحرائق عبر شعر الرثاء. بذكر اسمها كم تذوب الشفاه، بذكر اسمها كم تذوب الشفاه، وتسقط صرعى حروف النداء. إذا ذكرت ننحني سجدا، وفي لفظها نبصر الكبرياء. في مآتمنا ثم نهر من الحزن يمتد حتى أقاصي العويل، وها هي ذي كربلاء تفتش كل الدموع وتفحصها جيدا، وتميز ما بينها في اكتشاف الحقيقة. هل هذه قطرات من الروح ممزوجة بالسنا، أم مجرد ماء؟ تعلمنا أن هذه الدموع زكاة العيون وقدس العطاء، ومن لا يزكي بقطر الندى سيذبل خداه حتى الفناء. كربلاء إذا انقطع الكر من جسمها ستصير بلاء، ولكنها آمنت بالحسين
وكرت على الموت، واندفعت طاقة ثرة مثل ما طاقت الأنبياء، وراحت تسد ثقوب الحياة بروح الطبيعة ذات فداء. فكم صنعت كف إبليس من ثقوب تسرب منها البلاء، منذ 1000 من الأرق الملتوي لم تنم كربلاء ولن. صدق القلب حين يسمي طليعتها بانفجار اللغات وكشف المدى وامتحان الزمن. أصلها بقعة في العراق يحج لها العاشقون، وأفرعها تتوزع في الشمس والماء والرمل حتى الهواء. أقول لنفسي انظري ها هناك بدور الشهادة عبر الفضاء، كبير هو الفرق بين العراة ومن يلبسون ثياب السماء. أيها الغد حين تمر عليك بموكبها كربلاء، فسلم عليها سلام المحب وعانق عقيدتها إن أردت الصعود إلى الله، واعلم بطيف حقيقتها لم تكن ذات يوم محل صراع فقط، إنها فكرة نضجت في ضمير الحسين، وقد ظهرت قبل ذلك في جلد آدم، في عين يوسف، في لمحات الخليل، في وجنات البتول، وكانت كسيل دعاء بغار حراء. حقيقتها أفق حرية ولا حد يرجعها للوراء، ستفنى الأماكن في ذاتها إذا لم تكن مثل ما كربلاء. ستفنى الأماكن في ذاتها إذا لم تكن مثل ما كربلاء. جميل جميل أستاذ ياسر. لعل هنا ومن هذه القصيدة ننطلق لسؤال آخر، وهو اللفظ والمحتوى هما ما يشغل المتلقي دائما، بالإضافة إلى الموسيقى الشعرية. إلى أي مدى يراعي الشاعر ذائقة المتلقي عند كتابته لقصيدته؟ نعم. نحن تربينا على شعر المنصة، على شعر المناسبات الدينية والاجتماعية، فلذا راعينا كثيرا ثقافة الجمهور، ثقافة الحضور، حتى وهذا الهاجس يأتي لنا ونحن نكتب القصيدة. يعني أكتب مثلا بيت وأقول هل هذا البيت مثلا سوف يتفاعل معه الجمهور، أو هل سوف يتقبله الجمهور. فدائما هناك رقابة، يعني رقابة فرضها الشعراء على أنفسهم. وطبعا هذا فيها كلام كثير. أنا أؤيد حقيقة الشاعر الذي ينطلق يراعي الجمهور، ولكن لا يصل إلى مستوى معين. القصيدة السماعية، القصيدة المباشرة، يعني لها قوانين ولها نظم معينة، ولكن هناك أيضا مجالات أخرى لكتابة الشعر. أعتقد في مجال للإبداع أكثر من شعر المناسبات. هل تعتقد أن تركيز الشاعر على الموسيقى معينة أو على اللفظ بأخذ جانب اللفظ أو المحتوى يؤثر على القصيدة كجمال أو كإبرازها أو عند المتلقي، لأن المتلقي يراعي الاثنان معا؟ نعم. في القصيدة يعني التقليدية هناك الانسجام بين اللفظ والمضمون، يعني الشاعر يتفق مع الجمهور حقيقة في المعاني المطروحة في الألفاظ.
ولكن في الشعر الحديث تغيرت هذه الفكرة تماما، وأصبحت الألفاظ أكثر اتساعا والمضامين أكثر اتساعا أيضا. يعني أصبحت مثلا عندما أذكر كربلاء لا أصورها بالنمط التقليدي المعتاد، لا، هي مثل ما ذكرت في هذه القصيدة أن كربلاء هي موجودة في الشمس، هي موجودة في الهواء، هي موجودة في كل مكان، كقيمة وكفكرة هي موجودة في كل مكان. جميل جميل أستاذ ياسر. نأخذ فاصل قصير ثم نعود لكم أيها المشاهدين الكرام. الصرخ باسمك سيد رفعنا، وعهود عدنا وياك وفينا، دم الجروح النازفة كتبنا، لو ناشدنا عن أصل معناها، نخط كلمتين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يا حسين يا حسين. أهلا بكم أيها المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في حوارنا الولائي الأدبي نبض الحسين. فأهلا بك أستاذ ياسر مرة أخرى. وهناك سؤال يقول: القصيدة الولائية الرثائية متهمة بالرتابة والكسل الحداثي والتقيد، ومستسلمة لصور بالية عفى عليها الزمن، فبماذا ترد على هكذا اتهام؟ وهل القصيدة الحسينية هي أقل قدرة على التجديد ومواكبة العصر؟ نعم. مرت القصيدة الولائية يعني الرثائية بأطوار متعددة، أطوار ثقافية. هنا صح، أنا لا ننكر تكرار المعاني والصور في شعرنا العربي، سواء الحسيني وغير الحسيني، هو موجود بالتالي. لكن أيضا أعتقد أن القصيدة الحسينية الآن هي تواكب الحداثة، ويعني تواكب الحداثة يعني ضمن مناطق مفتوحة ومشتركة. إذا اعتبرنا يعني أن الحداثة هي أيضا ليست ضد الدين مثلا، يعني الحداثة إذا أخذناها بالمفهوم التجديدي والتطويري، فلا شك أن القصيدة الحسينية تطورت كثيرا. يعني مثلا الشعر العزاء تغير، القصيدة الحسينية الرثائية تغيرت. يعني مثلا عندما أخذ مثال مثلا بدر شاكر السياب رحمة الله عليه، كتب قصيدة في الإمام الحسين، علما بأنه يمتلك ثقافة غير ثقافة مثلا السيد حيدر الحلي. نعم. وتعتبر من روائع شعر السياب ومن روائع الشعر العربي، وفيها أيضا مسحة حداثية. لا نستطيع أن نقول أن الشعر الحسيني شعرا فيه رتابة وكسل، بالعكس في من التجديد الشيء الكثير. جواد جميل له ديوان رائع، الحسين لغة ثانية، استطاع أن يجدد في اللفظ والمضمون عبر ثقافته الجديدة. نعم. فما هي السبل التي يمكن أن تساهم في تقديم القصيدة الحسينية في منطقتنا كوجه عام يعني؟ نعم. هل هناك في تصورك تحتاج إلى فتح منتدى كما قلنا سابقا، أو كمجلة فصلية شهرية بهذا المضمون؟ نعم، أعتقد إذا توسعت الآفاق والرؤى سوف تصبح القصيدة الحسينية تصل إلى أكبر شريحة من الناس.
نحن في زمن الإعلام، في زمن الفضائيات، في زمن الإنترنت، فأعتقد القصيدة تصل إلى شرائح كبيرة بهذه الوسائل. بالإضافة إلى قبل الوسائل، يعني القصيدة لن تتطور فقط بالوسيلة الإعلامية، لا، هي بتتطور بتطور الثقافة وبتنمية الثقافة. علينا أن ننظر إلى الإمام الحسين بنظرة أخرى غير النظرة التقليدية. هو للجميع. زين. نعم. طيب، لعلنا ننتقل لمحور آخر وهو المبتدئ. وكمنطقة مهتمة بالثقافة والشعر والأدب، بماذا يهمس الأستاذ ياسر للمبتدئين لكتابة الشعر، وإلى أين يوجههم؟ نعم. ربما يكون هذا السؤال من الأسئلة الصعبة في إجابتها. أنا أعتقد أن يعني الشاعر المبتدئ هو أرض خصبة، بإمكانه أن يصبح شاعرا متمكنا بسعة اطلاعه. كثير مثلا من المبتدئين من الطلاب في المدرسة يسألوني ماذا نقرأ من الأشعار، وأحتار فيما أجاوبهم. ربما أقول لهم مثلا اذهب واقرأ الجواهري، وهو لا يرى نفسه في الجواهري، أو مصطفى جمال الدين، أو اقرأ شاعر آخر. أعتقد يأتي الاطلاع من الداخل، من النفس. قد يروق له كثيرا أبو القاسم الشابي، وقد يروق له السيد حيدر الحلي، وقد يروق له المتنبي. يعني بالتالي الشاعر ينطلق من نفسه ويطور من نفسه. نعم. هل تسمعنا قصيدة من بعض قصائدك التي تختارها لنا في هذه المناسبة؟ نعم. هناك قصيدة بعنوان رحلة إلى الفناء. أقسمت بدمعي ذات أسى أن أحمل عاشوراء على كتفي وأهاجر نحو الله، وطفقت أجهز بردة عرفاني وأعد حقائب وجداني، وتبرأت من الدنيا وخرجت على الساعة في زمني كاللفظ الخارج عن معناه، وبدأت الرحلة منتفضا برؤى الطف المحمرة في أفقي، والحزن يطالعني وأطالعه، ما أشقى عيني وما أشقاه، وإذا بالغدر الأهوج يقذفني بسهام ضارية تتوحش في صدر المكتوب عليه اسم حسين، يا بلواي المولودة من بلواه، يا بلواي المولودة من بلواه. وكراهية الأحجار رمتني فاشتعل الرأس دماء، واختلط الأبيض بالأحمر في عيني، والسيف الأسود مزقني، فانشطر الصوت بحنجرتي، فالنصف الأول صاح حسين حسين، والنصف الآخر يصرخ يا رباه. وسقطت وثمة رمح آت من أعلى الوحشة يطعنني من أواه إلى أواه، وأخيرا حانت لحظة إشراقي ووصلت مقام ثنائي متحدا مع من أهواه. جميل، جميل جدا أستاذ ياسر. لعلها برزت هناك منعطفات مستجدة في الشعر الحسيني، يتناولها الشاعر بتناول حداثي، ويحاول أن يبرزها إلى المتلقي بكلمات قد تكون أعلى من الكلمات الذي يفهمها.
فكيف تمازج بين هذه التصويرات مع إلقائك إلى المتلقي ومدى وصول المعنى إليه؟ مم. أعتقد أن الشاعر، أي شاعر عندما يكتب القصيدة له يعيش في عالمه الخاص ويتحد مع التجربة الذاتية الشعرية، وقد يكتب قصائد لا يراعي فيها ثقافة الجمهور أو ذوق الجمهور. هو يكتب من خلال نفسه. كثير من القصائد، مثلا قصائد الشعر الحر، الشعر الحديث، نعم، أعتقد أنها منطلقة من نفسها، يعني اتخذت لنفسها موقعا وثقافة خاصة قد تجعل الجمهور هو الذي يتأمل فيها. ألا تدعو الجمهور أن يرفع من الحالة التلقي عنده؟ نعم، يعني بهذا الفعل إذا حينما الشاعر يكتب تجربته بلغته الخاصة ولا يخضع يعني بالضرورة إلى أفكار الجمهور، أعتقد أنه هو حقق مفهوم الأدب وكتب قصيدة، يعني قصيدته على أكمل وجه. هنا يأتي دور الجمهور. نعم. الجمهور مختلف في الثقافة. الأذواق. نعم. شكرا أستاذ ياسر. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود. الصرخ باسمك سيد رفعناه، وعهود عدنا وياك وفيناه، دم الجروح النازفة كتبناه، لو ناشدنا عن أصل معناه، نخط كلمتين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يا حسين يا حسين. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الولائي نبض الحسين. العزاء كتظاهرة ملحمية لنصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كيف يمكن أن نستثمرها ونجعل من هذا اللون من التظاهر ملحمة أدبية راقية بمفهومنا الرسالي الموجه؟ نعم، لا شك أن عاشوراء مهرجان إنساني كبير، ويعني هي تظاهرة ثقافية موجودة في مناطق، يعني موجودة بفعاليات مختلفة في منطقتنا، يعني في منطقة الخليج. نرى أن يعني الشعر الحسيني يعني برز كثيرا من خلال العزاء، وخصوصا في التجربة البحرينية. يعني حتى أصبحت البحرين يعني صاحبة مدرسة في العزاء، بالإضافة إلى يعني الشعر العراقي، وهي تجربة لها خصوصيتها وميزتها. لكن هناك يعني في عاشوراء كثير من الأفكار لم تظهر بشكل موسع، كالمسرح الحسيني. المسرح الحسيني لم يستثمر جيدا في المنطقة. هناك على فكرة يعني مسرحيات شعرية أدبية راقية، من أمثال الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي من مصر، كتب مسرحية الحسين شهيدا والحسين ثائرا، وهي يعني مسرحية أدبية راقية. لكن للأسف لا تجد مواكب العزاء تلتفت إلى مثل هذا النوع،
يعني سؤالنا الموجه لمواكب العزاء، لماذا لا تطرح المسرحيات الشعرية والمسرحيات الحسينية في مواكب العزاء أنفسها؟ نعم. نعم. في هناك يعني أعتقد كربلاء يعني كحدث فرض نفسه على ثقافتنا. نعم. ولعظمة هذا الحدث فهناك مثلا هناك الفن التشكيلي، هناك السينما، نعم. هناك الشعر بتوجهاته المختلفة، هناك المسرح، هناك حتى كتشجيع للطاقات والمواهب. زين، لماذا لا تعمل مثلا المسابقات للرواديد الصغار مثلا لتشجيعهم على خوض هذه يعني الحركة الثقافية؟ لعل أستاذ ياسر هنا قاطعك لأسلط الضوء على القصيدة نفسها. القصيدة بنفسها قد تلقى هناك بعض الارتجالية أو الكتابة من قبل مثلا مبتدئين أو قاصرين في الأدب الفصيح، خاصة القصيدة الفصيحة يعني، فتظهر الموقف